يا جماعة، في خبر محزن وصل لنا عن الإعلامية الجميلة آيات أباظة، زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين. آيات بتمر بظرف صحي صعب جدا، لكنها مؤمنة وواثقة في ربنا. إيه اللي حصل بالظبط؟ وإيه كانت رسالتها؟ وإزاي زوجها كشف عن الأزمة دي من غير ما يقول؟ خليكم معانا عشان نعرف كل التفاصيل ونبعت لها دعواتنا الصادقة. مصادر قريبة من الإعلامية آيات أباظة كشفت إن آيات بتمر بظرف صحي صعب وتعتبره اختباراً من الله عز وجل، ولكنها على يقين بإنها هتمر منه على خير بأمر الله وبدعوات محبيها المخلصة. وكشفت الإعلامية آيات أباظة عن الأمر من خلال حسابها على موقع فيسبوك، حيث كتبت آية من سورة طه: قال: خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وقبلها كانت كاتبة: وإذا مرضت فهو يشفيني. فيما قان عمرو محمود ياسين زوجها بنشر بوست آيات أباظة وكتب: ربنا يشفيكي ويعافيكي آمين. عمرو محمود ياسين ذكر في حفل إنرجي أثناء تسلمه جايزة مسلسل وتقابل حبيب إنه يمر بظروف صعبة، ويبدو إنه كان يقصد تعرض زوجته آيات أباظة لظرف صحي صعب. آخر أعمال عمرو محمود ياسين كان تأليفه مسلسل وتقابل حبيب، بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وخالد سليم ونيكول صابة وأنوشكا وبسنت شوقي وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منى عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين. وهو من إخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي. تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول ليل، سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها ليها والزواج عليها فتنفصل عنه، وفي نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طالقها تجعلها تدخل في معركة. إيه رأيكم في قوة إيمان آيات أباظة؟ وإيه رسالتكم ليها في الظرف الصعب ده؟ شاركونا بدعواتكم وتعليقاتكم. هل كنتوا لاحظتوا كلام عمرو محمود ياسين في الحفل؟ وهل توقعتوا إنه يقصد الظرف ده؟ سيبولنا آرائكم تحت. وبكده نكون كشفنا لكم آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية آيات أباظة ودعم زوجها السيناريست عمرو محمود ياسين ليها. نتمنى لها كل الشفاء العاجل والعودة لينا ولجمهورها في أقرب وقت. لو الفيديو ده عجبكم وحسيتوا إنه مهم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه مشتركش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد عن أخبار المشاهير والفن أول بأول. ولو تعرفوا حد بيحب آيات أباظة أو عمرو محمود ياسين، اعملوا له شير عشان المعلومة توصل لأكبر عدد ونجمع لها أكبر قدر من الدعوات. شوفوا فيديوهاتنا التانية اللي هتلاقوها على الشاشة دلوقتي، ونشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.